الأكلة دي بقى دايما مظلومة معانا وبنحطها في حتة كده مش بتاعتها خالص. لو اتعملت صح وبطريقة مظبوطة من أول الغسيل لغاية التحضير هتطلعي أحلى وأطعم طريقة للكبد والقوانص تقدري تاكليها بيها. النهاردة هنعملها بطريقة بجد حصرية، طريقة مختلفة هتعجبك جدا جدا وهتأكل من الحبايب 100. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. انا معايا كيلو الا ربع من الكبد والقوانص، تقدري تكوني محوشاهم زي ما انت عايزه. هاتي بقى معاكي القوانص، شيلي اي دهون زياده عليها، ومن الجزء اللي ورا كده اي حاجه صفرة هاتيها بالسكينه ونضفيها وشيلي اي زوايد مش عاجباك. الكبد كمان ببدا ان انا اقطع كل واحده تقريبا لثلاث قطع كده، وانا بقطعها اي فواصل وزيادات كده هتلاقي فيها تجمعات دمويه اي حاجه. انا حبيت احط المقطع ده عشان لو واحده صغنونه كده او مبتدئه في الطبخ تعرف ان الحاجات دي لازم ان احنا نشيلها معانا. والقلب كمان بقطع الجزء اللي فيه الدهون من فوق ده بتخلص منه خالص، وافتح القلب بالنص وابدا ان انا اطلع اي حاجه فيه موجوده كده، اي تجمعات الحاجات دي كلها بنبدا ان احنا نشيلها تماما. قبل ما اعمل الحاجات دي كلها كنت نقعاها كويس قوي بميه بليمون بشويه صغيرين كده من الملح حوالي ربع ساعه، وشطفتهم وصفتهم وعملت فيهم التنظيفات دي. هبدا ان انا اديلها شطفه واسيبها في المصفى بقى تتصفى معايا كويس كده، ريحتها يا جماعه زي الفل. هاتي معاكي بقى بطاطس، ايه الكميه اللي انت حباها واكلي من الحبايب 100 زي ما قلت لك. انا جبت كام حبايه بطاطس، حوالي 3 4 حبايات كده حجمهم كبير شويه، وقطعتهم لمكعبات بالحجم العادي بتاع البطاطس وخليهم على جنب. جبت معايا كمان فلفل اخضر وهقطعه برضو بالنص، وابدا ان انا اقطعه طرنشات او حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعي معاكي كمان بصل شرايح او جوانح، قطعي معاكي كمان طماطم حبيتين كده من كل حاجة. بقى خدت 3 حبايات فلفل، حبيتين متوسطين كده من البصل، 3 حبايات من الطماطم. قطعي كله لشرايح، بلاش تفرميه في الكبة مش هيكون حلو في الوصفة بتاعتنا. قطعيه على ايدك كده هيكون ممتاز. زي ما بقول لكم دايما بحب اجيب لكم تقطيعه كده من كل حاجه، علشان لو واحده لسه داخله المطبخ جديد يبقى كل حاجه سهله وبسيطه كده عليها. يبقى كده جهزنا كل الخضار بتاعنا، البطاطس والطماطم والبصل والفلفل. على فكره ممكن كمان تستغني عن البطاطس لو انت مش حباها، واستعملي معاكي بصل وطماطم وفلفل وزودي الكميه، هيدوكي صوص رهيب جدا للطاجن بتاعنا. كده كل حاجة جاهزة عندنا. هاتي بقى وok أو حلة طاسة أي حاجة معاكي على النار تكفي الكميات دي، وتعالي نشوف هنركب الطاجن بتاعنا ازاي. رقم واحد، حطيت معايا شوية صغيرين كده من الزيت، معلقة صغيرة من الزبدة أو السمنة، هتطعم معاكي الأمور جدا. الحاجات دي كلها تسخن معايا كويس جدا جدا، وننزل بقى فيها بالقوانص. القوانص هننزل بيها أول حاجة سواء سليمة، اقطعي كل واحدة لجزئين أو أكتر زي ما انت حابة. القوانص طبعا بننزل بيها لانها بتاخد تسوية اكتر من الكبدة، فما ينفعش ان احنا ننزلهم مع بعض والا الكبد هتتهري معاكي. القوانص طبعا مغسولة وزي الفل وريحتها حلوة جدا. انزلي عليها بقى برشة كده من الحبهان وورق اللوري المطحون، رشة كمان من الفلفل الاسود، ضيفلها رشة من الكمون، رشة من القرفة، ورشة من بهارات الفراخ أو السبع توابل، أي توابل مشكلة عندك. شمي بقى ريحة تحميصة التوابل مع الزبدة مع الحاجات دي كلها كده، بجد الريحة تحفة جدا. قلبي كله مع بعض، والنار بتاعتي يا جماعة نار عالية علشان القوانص ما تنزلش مية وتزفر معايا. على نار عالية تشويحة كده، وخدي بالك ان البهارات ما تتلسعش معاكي. على طول كده اول ما تشمي ريحة التوابل ابدأي ان انتي ضيفي لها فصين مفرومين من الثوم. الثوم في المرحلة دي هينقل الوصفة في حتة تانية خالص. ريحته كده أول ما تطلع معاكي انزلي على طول بالبصل والفلفل، وكل ده شغالة على نار عالية زي ما قلتلكوا علشان ما تنزلش مية. قلبي بقى البصل مع الفلفل مع القوانص والتوابل والثوم والحاجات دي كلها على نار عالية كده تمام جدا. هبدأ ان انا اضيف لها دلوقتي الطماطم. انا عايزة القوانص دي تستوي معايا 75% من التسوية، سويها 100% مفيش أي مشكلة. المهم إن هي تستوي معانا قبل ما نضيف الكبدة علشان الكبدة ما تتكسرش وتتهري معايا. هنزل بالطماطم بالشكل ده وأقلب كله مع بعض، وفي المرحلة دي ههدي النار واغطيها واسيب بقى الطماطم والبصل والفلفل والحاجات دي كلها تنزل الصوص بتاعها والمية بتاعتها، وتسوي لي كمان القوانص لازم تكون مستوية معاكي. لما توصل معايا بقى للشكل اللي انتوا شايفينه ده وكده يعتبر استوت حوالي 70-80% من التسوية، ابدأ ان انا انزل بالكبدة. هنزل بقى الكبدة في المرحلة اللي انتوا شايفينها دي،
واقلبها من تحت لفوق تقليب خفيف كده لغايه ما الكبده لونها يغير معايا. لازم لونها يغير علشان برضو ما تزفرش معاكي. لما الكبده لونها يغير معاكي وسعي كده على جنب وابدأي ان انتي نزلي معاكي البطاطس اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره، وزي ما قلت لك الكميه زي ما انتي حابه. مش عايزه تحطيها كملي التسويه بتاعه الكبد والقوانص مع الفلفل والطماطم والبصل هتكون رهيبه. حطينا بقى الملح، طبعا ما كناش ضفنا اي ملح خالص، حوالي معلقه كده الا ربع ممسوحه كبيره من الملح، فلفل اسود رشه حلوه كده، التوابل حسب الكميه اللي عندك، وقلبي كله مع بعض بالشكل ده. طب احنا عايزين دلوقتي صوص احمر كده حلو يتاكل مع رز مع عيش بيكون خطير. هبدا ان انا اضيف لها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، ممكن تستغني عنها وتضيفي برضو كوبايه من عصير الطماطم، مفيش اي مشكله اللي انت حباه. معلقه كبيره كده من الصلصه وابدا ان انا ازود لها ميه، والميه طبعا تكون مغليه، حوالي كده كوبايه ونص من الميه، ما زودش الميه قوي. وابدا ان انا اقلب بقى وادوب الصلصه كويس جدا، واسيب الحاجات دي كلها تاخد معايا غلوه واحده بس على النار، غلوه واحده، وهكمل التسويه بتاعتها في الفرن. مش عايزه تدخليها الفرن او عايزه تسرعي من التسويه، سيبيها تستوي معاكي تسويه كامله في الطاسه بالشكل ده. وبعد كده ابدأي ان انتي غمسيها بالعيش، كليها بالرز كده وهي زي ما هي من الطاسه، حطيها في طاجن او في صينيه، دخليها الفرن تاخد بس وش او لون كده تحت الشوايه، كله بايدك. انا هديلها غلوه واحده بس على النار وهحطها في الطاجن. انا بصراحه بحب جدا تسويه الطواجن. هحطها في الطاجن وابدا ان انا احط لها رشه بسيطه من الزيت على الوش، وهحط لها كمان حلقات كده من الفلفل، احط لها حلقات من البصل من الطماطم، حاجه كده تدي شكل حلو قوي لما تخرج من الفرن، وادخلها معايا الفرن. تعالوا بقى نشرح دلوقتي التسويه. طبعا الطاجن بتاعي الحاجات اللي فيه لسه مش مستويه، البطاطس ولا الكبده ولا اي حاجه. هدخلها عندي فرن سخن على درجة حرارة 200، يعني فرن أعلى من المتوسط بشوية. بدخلها على الشبكة أو على الرف الأوسط للفرن، النار عندي شغالة من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها. بسيبه حوالي 20-25 دقيقة كده شغال مع نفسه. بعد كده بشيل ورق الفويل واسيبه يكمل التسوية، بيقعد حوالي 40-45 دقيقة كده في الفرن توتال التسوية بتاعته. انا ما شغلتلوش الشواية خالص، لما شلت الورقة المروحة كده وزعت معايا الحرارة واعطتني لون حلو قوي من فوق. لو انتي عايزة تكملي تسويته وبعد كده تفتحي له الشواية مفيش مشكلة. انا فضلت ما افتحلوش الشواية علشان الكبدة ما تنشفش وتاخد لون غامق معايا. بعد كده بعد 40 دقيقة طلعته بقى من الفرن وشوفوا لي الجمال. طبعا خلاص اتأكدت من تسوية البطاطس والقوانص وكل حاجة كانت تمام عندي. شوية رز بشعرية، شوية رز أبيض أو لسان عصفور، مزاجي بقى، غمسيها بالعيش، طعمها يا جماعة رهيب. الطريقة دي هتنسيكي أي طريقة للكبد والقوانص، وما شاء الله بتعمل معاكي كمية كبيرة جدا تأكل البيت كله، طعمها في حتة تانية. جربوها، متأكدة ان هي تعجبكم. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.